ما كنتش اوريك. والله لا اروح للشيخ جعفر اللي بشوف اعلاناته في التلفزيون ده. ماشي. وهيعمل لي عمل قلب واخليك زي الخاتم في صباعي. يا ويلك مني. وهتنسى اي حد وهيبقى انا بس اللي في حياتك. يا ويلك يا محمود. خد يا حبيبي الشاي يدفيك. ميرسي يا ماما. العفو ميرسي يا حبيبتي. ايه؟ مش فاهمين عندكم ولا ايه؟ سايبيني كده لوحدي انا؟ سايبيني لوحدي انا ماليش لازمه عندكم؟ يا احنا نعمل لك ايه يعني؟ تعملي ايه؟ هو يعني كل حاجه انت يا ماما في حياتي وانا ماليش لازمه؟ انا امه. طب وانا مراته ما ليا حق عليه هو كمان. وانا بنت طرطور، انت ايه اللي بتتكلميه ده؟ ايه يا محمود ليا حق؟ دي مهما كانت امي ما تكلمهاش بالطريقه ديت. طب وانا فين؟ والاخر مره بقولها لك انا فين من يا حياتك؟ اسرار، احترمي نفسك، ما تعاملنيش كده. على عيني وراسي يا حبيبي، بس انا برضه ليا حق عليك. وبعدين هي قاعده عندنا كتير. ايه بقى الموضوع يعني؟ ايه انا بيتي. يعني ايه وانا كمان مش بيتي؟ خلاص اهلا بيكي، مش عاجبك اوكي؟ ماشي انا همشي واسيب لكم البيت. انا همشي واسيب لك البيت براحتك انت ومراتك. انا هروح شقه اسكندريه. ازاي؟ ده بيتك، احنا اللي نشيلك فوق دماغنا. هي قليله الادب تتربى وتترمي بره. معلش ده الصح. معلش. لا معلش ازاي؟ انت معلش. امي. معلش ايه؟ امي حبيبتي، هي انت شريره امي. شويه معلش بس انت امي، استحمل. ما اقدرش صدقيني. ما اقدرش، هي تمشي يجي غيرها. لاخر مره بقولها لك، غيري اسلوبك مع امي دي، مهما كانت اسمها امي وانت زوجه ممكن تتطلق ويجي غيرك. مش هكررها لك تاني. بس محمود انت زهقتني، زهقت منك ومنها. ليل نهار ليل نهار، هو انا ماليش لازمه؟ انا قاعده في اوضتي جوه ليل نهار اشوفكم مع بعض وانا ماليش وجود في حياتك؟ ايه؟ زهقتوني. دي امي. ده ربنا بيقول لك الجنه تحت اقدام الامهات، وقال لك في ايه تانيه ان من ابنائكم وازواجكم عدو لكم فاحذروهم. انت العدو مش هي، انت اللي هتبقى عدو يا اسرار مش امي. ومن الاخر ده اخري. محمود بقول لك ايه؟ هوريك يا محمود. هتجي راكع عندي والله لا اوريك. ما كنتش اوريك. والله لا اروح للشيخ جعفر اللي بشوف اعلاناته في التلفزيون ده. ماشي. وهيعمل لي عمل قلب واخليك زي الخاتم في صباعي. يا ويلك مني. وهتنسى اي حد وهيبقى انا بس اللي في حياتك. يا ويلك يا محمود. ماشي انا هوريك. سلطان، اتفضلي يا شيماء. في واحدة متريشة بقى بره اسمها أسرار الجمال. الأخت أسرار. ها؟ اتفضلي يا مدام اسرار، اتفضلي. دكتور جعفر انا طبعا سمعت عنك كتير واعلاناتك ماليه التلفزيون وعارفه ان انت بتجيب التايهه. الحمد لله رب العالمين. فانا جيت. انا عارف مشكلتك، انت جايه لي دلوقتي مشكلتك مع جوزك بسبب مامته. صح صح يا دكتور جعفر. الحمد لله. ما شاء الله انت عارف كل حاجه. الحمد لله رب العالمين. الحمد باذن الله خلصتك الموضوع ده. بس انا هديلك حاجه، بصي دي تحطها له في الشاي الصبح على غير ريق. متاكد؟ باذن الله، وتيجي تقولي لي برضه على النتيجه. دكتور جعفر انا زهقانه منه وامه كمان قاعده لي في البيت ليل نهار. هو هيبقى مش عارفه اعيش معاه. هيبقى زي الخاطب في صباعك بعون الله. دكتور جعفر الكلام ده حقيقي؟ جربي وتعالي قولي لي على النتيجه. ربنا يبارك لك يا رب. تدعنا متاكده لك الحلاوه؟ تدعنا طبعا الحياة. بس ده هيكلفك كتير. اكتر ده يعني ايه؟ ده هيكلفك كتير، لان انت عارفه ده عمل، وممكن العمل بيتقلب عكسي. والله. طب دكتور جعفر بقول لك ايه؟ اي فلوس انت عايزها تحت امرك، بس انا عايزاه يبقى زي الخاتم في صباعي. باذن الله يبقى زي الخاتم في صباعك، وهتدعي لي. ربنا يخليك يا دكتور جعفر. ربنا يسترها معاك يا رب. ربنا يسترها معاك. انا هحول لك. لا حولها. طب انت حضرتك معاكي كاش دلوقتي؟ معايا كاش. حاضر ماشي حولها. دكتور جعفر طب اللي معايا هديهولك دلوقتي والمره الجايه نكمل. يمشي يا بنت، يمشي. وادعي لي كده، ادعي لي باذن الله كده. يا رب. ادعي لي اللهم امين. بكرة حي. خدي بالك عشان الأسياد هيجوا. بسرعة طلع الأسياد. سلام ورحمه الله. انا جيت يا محمود وقلت اصالحك امري لله. عشان عرفت ان انت غلطانه، انا عارف.
بس دي حاجه كويسه منك ان انت بتراجعي نفسك يا اسرار. انا جيت لك. ماشي اتفضل الشاي يا باشا. ماشي. يا رب يعجبك. ايه رايك؟ مش عارف في لسعه كده. لا لا يا حبيبي، راسك ايه ده؟ شاي معمول مخصوص عشان حلو. حلو. اشرب يا روحي اشرب. اشرب كمان كمان يا بابا. بالهنا يا روحي بالهنا ان شاء الله كده بالهنا، واشوفك كده محمود ان انا ايه يعني اعجبت بيه واتجوزت. حاسس بحاجه في دماغي. معك مالها؟ مفيش حاجه. لا مش حاجه. مفيش حاجه يا روحي. يلا هسيبك ترتاح شويه. مش عايزك يا ماما تتدخلي في حياتي. انا خلاص دي مراتي وهتبقى ايه ام عيالي. انت هتدمري كده حياتي، هتخليني اسيبها، هتستفادي ايه لما انا اسيب مراتي؟ بس كده اهو. طب خلاص يا حبيبي خليك براحتك، وانا هنزل على شقة اسكندرية. يكون احسن. مراتي حبيبتي اسرار. اسرار جنن. انتظرونا الجزء الثاني مع محاربة الدجل والشعوذة وازاي محمود ضحك على أسرار.